Hello my friend, welcome to my channel. Today I will show you how to make this scene in Blender. السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل الفيديو بتاعنا او هنكمل المشهد بتاعنا على بلندر. هنكمل ان شاء الله بداية من البارتيكل سيستم لحد الاخر باذن الله. المهم يلا نكمل. هنا في الجزء ده كنت بحدد الاجزاء اللي انا بعمل عليها البارتيكل سيستم اللي هي الجماجم بتاعتي. حددت الفيسز، عملت لها شيفت دي واتكيت على بي عشان اعمل سيبريت للسلكشن بتاعي. حددت العظم او الحاجات اللي انا عايز اعملها بارتيكل سيستم، بغض النظر عن الايد دي، كده كده هنلغيها بصراحة كمان شوية. هاخدهم شيفت دي عشان اعمل لهم كوبي. اعمل اشيل البيرنت بتاعي بالالت بي، بس لازم ااكد ان انا بكيب الترانسفورميشن او ايا كان، يعني بختار اللي تاني واحدة تقريبا. بس بعمل البارتيكل سيستم بتاعي بخليه هير. الهير ده المفروض بخليه ادفانسد. انا بتعلم من اخطائي وانا بسجل مش وانا بشتغل، مش عارف ليه، ما علينا. بعمل render as collection عشان هضيفهم في collection بدل ما اعمل particle system لكل object لوحده. بظبط السكيل كبير جدا جدا طبعا، فهظبطه من الهير لينس ايا كان. انا كنت بحاول اظبط الاتجاه. كنت الصراحة يعني بجرب. هي في الاغلب بتظبط عند object y تقريبا. بس هو الايد ما كانتش ظابطه، فهشيل الايد. انا مش فاكر كنت عاملها على اوبجكت واي ولا على ايه، بس تقريبا يعني. المهم ان انا هشيل الايد من الكوليكشن وخلاص، لان هي اتجاهها ما كانش مظبوط عامه يعني في كل الاختيارات. بس تيجي بقى عند البورتال سيستم بتاعك، تعمل شويه راندمايزيشن في السكيل وفي الروتيشن. كان في ايد تانية تقريبا ما كنتش شلتها، المفروض ان انا هشيلها دلوقتي. ايوه مظبوط كده. المفروض ان انا هزود الرقم شويه، خليتها اوبجكت اكس اصلا، ماشي ايا كان يعني مش تفرق. المهم ان انا ايه، هراندمايز الروتيشن بتاعي، اظبط العدد. كنت بعمل تيست عشان اشوف شكله هيبان ولا لا. يعني شكله يعني الى حد ما باين الحمد لله. حاول بس اظبط فيه شوية كمان. المهم نمسك بقى المبنى بتاعنا، نطلع الجزء اللي فوق ده اخيرا. بعمل سيلكت على الاجزاء اللي هي اللي فوق، بعمل اكسترود اي في المحور زد. بعمل انها تصغر، يعني كل واحدة individual بالسكيل. كنت بمسح الاجزاء اللي جوه دي عشان اظبط البيفل بتاعي لما اجي اعمل بيفل ما يبصش بالشكل اللي انت شفته من شويه ده. فكنت بس بظبط الادجز بتاعتي بحيث انها ايه ما تبصش. همسح دول، احدد الادجز من بره، واعمل اتك على حرف الاف عشان اعمل جريد فيل، واعمل البيفل بتاعي. كنت هشيل برضو الادجز اللي في الجناب دي الزياده عشان ما تبوظليش برضو شكل البيفل، يحصل زي ما انت شفت حالا. وبس همسك بقى الفيسز، في لسه ايدجين ما خدش بالي منهم. همسك بقى الفيسز واعمل البيفل.
كنت بفكر اغير في اشكالهم شوية يعني الى حد ما. همسك الادجز من فوق او الفيس من فوق واللوب كاتس دي او اللوبس دي يعني، واعمل البيفل بتاعي. مش فاكر هستقر على ده ولا همسحه تاني ولا ايه بصراحة، عشان ما اضحكش عليك. بس هنشوف دلوقتي، هو ان شاء الله هيتصرف يعني. اتمنى بس يتصرف عدل، لان انا ملاحظ ان هو بقاله كتير ما بيتصرفش. انا بتكلم عن نفسي يعني، انا هزق نفسي عادي. انا هزق نفسي عادي، محدش هزقني أو هزقوني. لا ما تهزقوني، ما يعني تهزقوني ليه؟ مش فاكر هستقر على ده ولا لا بصراحة. تقريبا هزود سكيل في محور زد او حاجة شبه كده. يا اما اخدهم كوبي فوق، انا كنت خدتهم كوبي فوق فعلا، بس مش فاكر دلوقتي حالا ولا لسه شوية بصراحة. اه كنت بظبط السكيل بتاعهم فعلا، بزوده شوية بحيث ان هم يبقوا اكبر في المحور زد. الجزء ده برضو كنت عايز اكبره لوحده في المحور زد برضو، بس لو تاخد بالك يعني في النص بيبوظ مني شوية، فغالبا هظبطه في الجناب لوحده الاول وبعد كده اعمل اللي هو في النص. بخلي بالك من حتة انت ماسك الحاجة individual ولا medium point. ايوه هظبط بقى اللي في النص لوحده، اكبر بسكيل في الزد. بسيف طبعا الفايل سيف از عشان لو حصل له حاجة مرجعش تاني من الاول، لان الفايلات ساعات بتضرب، فانا باخد كذا نسخة من الفايل بتاعي. هنا بقى هاخد الجزء ده كده، اعمل له كوبي فوق تاني عادي. ما تخافش انك تكرر اي حاجة، ده شيء عادي جدا كل الناس بتعملها. يعني هقول لك هوريك حتى في الاخر انا عملت ايه في المبنى بعد ما خلصته. خدت جزء معين بلاش احرق، ما بلاش. نزل ده لتحت هو واللي على اليمين، اظبط السكيل شوية. اللي في النص بقى هظبطه المفروض، او يعني بظبط السكيل ده الاول. همسك اللي في النص انزله لتحت عشان يبقى واقف فوق المبنى بالظبط. زي ما قلت لك انا بهتم بشكل الحاجة اللي باينة معايا. هنا انا فاكر كنت لعبت شوية، مش فاكر عملت ايه، بس فضلت اظبط بس في السكيل وفي الحاجات دي بس عادي يعني. انزل تحت شوية، حسيت يمكن ان هو ممطوط في الحتة دي فهعمل سكيل ايوه في الاكس. يمكن احرك الفيرتسيز نفسها يعني مش من السكيل تقريبا، مش فاكر بصراحة عملت ايه. المهم يعني ان انا ايه هظبطه شوية. انت طبعا ظبطه زي ما انت تحب يعني، مش لازم تلتزم بنفس اللي انا عامله. كنت بجرب اشيل الجزء اللي تحت ده واحطه في المبنى. انا بشارككم اللحظة دي او بشارككم الجزء ده عشان برضه تبقى فاهم ان هو عادي، اللي هو انت بتلعب تغير تزود تنقص ما بتفرقش. بصراحة مش فاكر استقريت على ده
ولا رجعت الجزء اللي مسحته تاني، بس متهيألي رجعته تاني، مش فاكر، مش متذكر بصراحة. ايوه رجعته فعلا. انا مذبذب شوية يا جماعة، معلش، وهقرفكم معايا. انا مش عارف انت متضايق ليه، ما شكلها حلوة يعني. انا بهزق نفسي بعد ما اخلص، يعني اللي هو انت بتقعد، انا يعني بقعد اللي هو ايه احنتف في حاجات، حتت ما هياش باينة اصلا، بس ما علينا مش مشكلة. بقعد بقى ايه اقول طب انا بعمل كده ليه، ما مش عارف، هو انا بقعد اعمل كده، ودي حاجة مش كويسة. المهم ايه، هعمل الجزء ده بقى اللي كنت قلت لكم عليه الفيديو اللي فات، ان انا هدخله لجوه شوية، بس هنا برضو حتى كنت مذبذب، وهتفهم ليه دلوقتي. يعني انا عملت الشكل ده بطريقتين، او بثلاث طرق، اسف. بجيبه فوق بعمل، عملت عملت سبديفايد عشان اعمل فيرتكس، واجيبها فوق الفيرتكس دي بالظبط، وهعمل لهم كونكت او جوين يعني، تك عليهم هما الاتنين، يا اما بالنايف يا اما بالكونكت او بالجوين اللي هي جي، عشان انا كنت عايز ادخله جوه من حوالين التاج. اه كنت مسكتها من الفيرتكس اللي هي اللي جنب التاج بالظبط، مش بعدها بواحده، بس مش تفرق يعني. انا بقى زي ما قلت لك بحب احنتف. هعمل انست سيكا، اكسترود شويه لجوه، شويه بقول لك شويه. انا لما بتفرج على نفسي وانا بشتغل بحس ان انا بعمل حاجات غبيه كتير، بس مش مشكله فده يعني. هعمل بيفل، كنترول بي، اديها واحده بيفل من بره، الت كليك وكنترول بي على طول. همسك بقى الفيسز دي، و اعمل جرو ليه عشان امسحها بقى. ما انا خلاص، ما انا بقول لك عملتها كذا مره. لا مش همسحها المره دي دلوقتي، ده انا لسه حركه كده حته، وهعمل فيها تقريبا جماجم الاول. اخدها، ايوه فعلا، سيبريت بي، بدل بقى ايه ما اعمل فيها بارتيكل سيستم من الاول وكده. ايه بارتيكل اللي انا كنت بارتيكل سيستم من الاول، انا ايه عملت لها كنترول جي مع البارتيكل سيستم القديم، بحيث ان انا اخليه اوبجكت واحد، فالبارتيكل سيستم يبقى على كله مره واحده. هزود بس ايه النمبر شويه، هزود العدد شويه، بحيث ان هو لما فرش اكتر في فيسز زياده تحس ان هو قل، بان اقل، فزودت العدد شويه. هنا ايه كنت بشوف كده شكلها في الريندر بتاعي، بس زي ما قلت لك كل ده هيروح دلوقتي. شلت الفيسز دي، وهشيل دي برضو، هعمل كنترول بلس عشان افضل اعمل كل جرو سيلكت. لما تعمل زيادة اعمل كنترول ماينس، هيشيل الزيادة، هيعمل شرينك. هرجع الفيسز تاني. الانست اللي انا عملته اللي فات ده ما كانش ليه لازمة. بحاول اخلي فيه فيرتكس قصاد فيرتكس عشان التوبولوجي، كده كده التوبولوجي منيلة بنيلة عادي، بس يعني بنحاول نظبط ما يمكن تظبيطه. انت على قد ما تقدر تحاول تخلي البوليجونز بتاعتك او الفيسز يعني بتاعتك كوادز، اللي هي أربع إدجات أو أربعة فيرتكس. هنا كنت صغرتها شوية الجزء ده، وعملت انس تاني، وعملت نفس الخطوات تاني.
لو تاخد بالك اللي فاتت كانت من تحت اكبر من كده. نفس الكلام، سيبريت، كنترول جي. بدل ما اعمل بارتكل سيستم لوحده كنت بشوف بقى الفرق بين الاتنين يعني. عملت بقى واحدة تالتة خالص. طيب دلوقتي انا جاي لك من المستقبل وعارف ان انا لسه قايل لك حالا عملت واحده تالته خالص. طبعا انا مش هجيب لك عملتها ازاي لان كده كده انا عملتها بنفس الطريقه. اللي انا كنت عايز اقوله لك ان انت عادي ما تتكسفش تاخد راي اصحابك في حاجه زي دي، او تاخد راي اهلك ايا كان حد قريب منك عموما. في الحتت اللي انت تحتار فيها. اهم حاجه بس الشخص اللي بتساله ده يكون حد انت بتثق في ذوقه وعارف ان ذوقه كويس. يعني مثلا انا هوريك حاجه دلوقتي، هو بغض النظر عن ان انا بقعد احنتف واركز في حاجات يمكن ملهاش لازمه، بس هوريك حاجه. ده هاني صاحبي، بعت له الثلاث صور، شاوت اوت لهاني الاول. بعت له الثلاث صور عشان يختار بينهم، قام قايل لي كده. يا اسطى يعني احب اقول لك هو الفرق يعني مش واضح خالص. يعني احنا لو ركزنا بس يعني ممكن نلاقي ان الاولى مصفر سيك على المبيضة، على الاولى مبيضة خالص، على التالتة مش عارف حالتها. الغي الشاوت اوت يا ابني. طبعا انا بهزر يعني. هو طبيعي جدا ان هو ما يشوفش الحاجه دي لان دي حاجه انت بس اللي شايفها. فمتقعدش تطلع عيوب في الحاجه اللي انت بتعدل فيها او في الحاجه اللي انت بتعملها عموما، وتقعد تحنتف و... وهي اصلا حاجه ملهاش لازمه زي ما انت شايف. اه ما تتكسفش تعدل حاجه مش عاجباك وكده، ولكن ما بلاش افور، ما تبقاش زي. ما هو الراجل يحترم بصراحه، يعني هو اختار اللي هي كانت عجباني برضو اكتر، بس في نفس الوقت كان فيه شويه حيره. بس يعني كنت عايز اقول لك كده. يلا بقى نكمل، كفايه هزار. بس ما يعني مش هجيبها لك بقى. هنا بقى ايه يا سيدي، كنت بحاول اظبط الكادر بتاعي او الفريم بتاعي، ان انا احط شوية 3D سكانز كده للشجر. كانت من سكتش فاب. عايزك تعتمد على نفسك وتجيب الشجر ده، او تجيب اي فكرة تانية يعني. خدت الشجر هو كوبي. هعمل لها برضو فريمنج من الناحية التانية. هقلب بس دي بشغل رول اوف ثيردز بتاعتي عشان اظبط خط الارض، خط السماء، الخط اللي على اليمين، الخط اللي على الشمال، الكلام ده. اخلي كل بؤرة تركيز او كل خط ماشي مثلا مع خط. مش شرط يبقى ماشي معاه بالظبط، ولكن الخطوط دي مهمة لعيني، لان الخطوط دي هي دي اللي عيني بتيجي عليها. في طبعا حاجات تانية غير الرول اوف ثيردز بركز عليها، في الجولدن ريشيو، او في حاجات كتير قوي في اساسيات التصوير. ممكن ان شاء الله ابقى اعمل لكم عليها فيديو اشرح عليها. يعني لو تاخد بالك الفوكال بوينت اللي تحت على الشمال مركزة على الجمجمة، يعني حتى انا هكبر الجمجمة اكتر من كده بحيث ان يبان التركيز عليها اكتر. كنت بجرب احركها وبعد كده قلت ايه ما اكبرها، يعني كنت بجرب المكان هنا والمكان هنا، بس قلت ايه ما اكبرها. يعني تاخد بالك الفوكال بوينت جاية على العين بالظبط دلوقتي، يعني كده هي تمام، ولكن انا هكبرها يعني عشان تبقى شكلها احسن من كده، عشان ما يبقاش خط التركيز اللي هو خط الارض اللي تحت عندي. المفروض الخط ده يبقى ماشي على الارض، مع الارض، بس مش مفروض 100%. يعني هنا انا كنت رافعه عن الارض شوية، ما قالش لا، بس المهم ان هو يبقى مركز لي على حاجة. هنا بس كنت اظبط الفريمنج بتاعي زي ما انت شايف. كنت عامل proportional editing، بتك حرف الاو وانزل وصغرته شويه بالسكرول ونزلته تحت شويه بالجي عادي جدا. هرفع ده لفوق شويه بحيث بس ان هو ايه يبقى انسيابي كده مع الارض شويه، مش جاي خابط لطش كده في الارض.
انا ساعات بحب ابص عندي على الكادر تحت على اليمين. انت لو عندك شاشة تانية يعني غير الشاشة اللي انت شغال عليها هيبقى افضل بكتير، افضل بكتير جدا. لو انت شغال على الشاشة الأساسية وشغال مثلا على شاشة تانية فيها المشهد بتاعك وفيها صورة الريفرنس مثلا اللي انت تبص منه ومش عارف ايه، يبقى الموضوع اكبر، فبالنسبة لك الرؤية احسن بكتير يعني. هنا بقى يا سيدي كنت بحاول اظبط السما شوية. هشيل دي خالص، هعمل سكاي تكستشر، اشغل الريندر تحت خالص عشان اشوف واوصلهم ببعض بكنترول شيفت كليك. ملغيت الشمس اللي هو السان ديسك يعني، شلت التشيك من عليه. بحاول انزل الشمس لتحت، انا انزلها خالص عموما. بس كنت عايز بس اظبط اتجاه الاضاءة بتاعتها او اتجاه الاضاءة اللي هي اقصى اضاءة بتاعت السماء عموما. زي ما انت شايف انا نزلتها لتحت خالص من السن elevation ده، بس هقلل ده اكتر من كده كمان. هنا انت لما بتيجي تغير في الاير والدست والحاجات دي، بغض النظر يعني عن المسميات العلمية، هي بتغير لك اللون بتاع المشهد او بتغير لك المود. فانا كنت عايز يبان ان هو مود مزرق شوية. غالبا انا هنزل الشمس عن كده كمان بحيث انها تبان مود بالليل اكتر يعني. والاضاءة دي بقى كأنها اضاءة جاية من مكان ما يعني. ما حدش هيقولك انت حاطط فيك لايت، ولو حد قالك انت حاطط فيك لايت عادي، انت بتنور بقى المشهد بتاعك، انت عايز تركز على حاجة معينة. هتاخد بالك من الفريمنج، شجرة على اليمين شجرة على الشمال، هتلاقي خط ماشي مع مثلا ايه الجزء اليمين بتاع القرش، والخط الشمال هظبطه كمان شوية ان هو تقريبا يمشي مع الجمجمة او حاجة زي كده يعني. يعني الحاجات دي بتفرق في شكل الريندر بتاعك، مش مجرد كلام وخلاص صدقني. لان دايما وانت بترندر او بتاخد الشوت بتاعك، انت حط نفسك مكان الشخص اللي بياخد صورة في المكان ده، هياخدها منين؟ طب الفريمنج، طب كذا، طب هيبقى عايز يبين ايه، طب هيبقى عايز يداري ايه، الحاجات دي. مليلتها خالص، هزود الإضاءة. غالبا هغير الإضاءة دي، مش فاكر بصراحة بالظبط، بس هحط قمر والعب وبتاع يعني. عايزك تلعب معايا ان شاء الله. والإضاءة يعني اديها الوقت اللي هي اللي تاخده عادي. ما تقولش مثلا الإضاءة خدت مني وقت، او ده الموضوع صعب او كذا، لا اديها الوقت اللي تاخده. لان الاضاءة هي المشهد بتاعك. انت ممكن تعمل بوكس في اضاءة كويسة يطلع حاجة محترمة، يبان لك ان ده بوكس ابن ناس او كيوب يعني ايا كان المسمى. انا متعود اقول بوكس عشان انا اصلا بشتغل على 3 دي ماكس. ف... ففي 3 دي ماكس اسمه بوكس، في بلندر اسمه كيوب، بس هما الاتنين نفس المعنى يعني. انا كنت بزود الاضاءة، وغالبا اصلا انا هغير اماكن الاضاءة دي، هخليها جاية من اتجاه المحور اكس كده تقريبا يعني. هنا بقى حطيت سحاب كده لذيذ. لو عايز تعرف انا عملت السحاب ازاي، في بلاي ليست كنت انا منزلها اللي هو ازاي تبدأ environment من الصفر وكده، ممكن تتفرج عليها
تعرف انا عملت السحاب ازاي؟ انا ما عملتش السحاب ده، السحاب ده جاهز، ولكن يعني كنت بعمل سحاب عموما. فلو عايز تعرف اتعملت ازاي، ممكن تعرف يعني من البلاي ليست دي. كانت في اول درس في الماتيريال تقريبا، او في تاني درس. هبقى احط لك اللينك بتاعها في الاول. انه تاخد بالك السحاب انا مش حاطه بقى عالي كأنه في السماء وبتاع، لا انت بتظبط على قد المشهد. اللي بيشوف الصورة يعني ما يبقاش عارف السحاب فين، وهل هي بس خلي بالك بقى ايه، تخبط في حاجة مش عارف ايه كده يعني. دي النقطة اللي تخلي بالك منها. حتى السحاب بكرره، ما بتكسفش ان انا اكرره، عادي جدا. اسرع لك الدنيا شوية عشان ما تزهقش. كبرت الجمجمة اخيرا، نزلت بس الحاجات اللي حواليها شوية، وبعمل شوية رندمايزيشن فيها كده. خليت كل ده بالنسبة لي اوبجكت واحد، وحطيته في كوليكشن عشان يبقى الموضوع بالنسبة لي اسهل. بس مش كله يعني، كله ما عدا الجمجمة، بحيث ان انا لما احرك، او ان انا قصدي لما ما عدا، قصدي سوري، ما عدا البورتيكل، بحيث ان انا لما لو عملت كنترول جي مع البورتيكل كله هيبقى بورتيكل سيستم، فانا مش عايز كده. فخليت الجزء بتاع البورتيكل سيستم مربوط بالمبنى بتاعي بالبيرنت، والباقي هخليه المبنى نفسه، او القصر، او ايا كان انت شايفه ايه يعني. هبتدي بقى احط ماتيريال. انا عملت الكلام ده عشان ايه، الموضوع يبقى سهل معايا في الماتيريال، اللي هو ما اقعدش اظبط اليو في بتاع كل جزء، او اقعد بقى اعمل ماتيريال لكل جزء لوحده وكده. ابتدي بقى احط ماتيريال. كان في كيوب كده في ماتيريال، فهحدد المبنى بتاعي الاول، او يعني الاجزاء اللي انا عايز اعمل لها ماتيريال. لو تاخد بالك برضو ما خليتش العمدان اللي تحت دي جزء من المبنى، عشان المبنى ما يتعملوش ميرور، موديفاير ميرور. ماشي كده، انا حددت المبنى بتاعي اهو، بغض النظر عن الباركت سيستم يعني. وحددت البوكس او الكيوب اللي فيه الماتيريال، وعملت كنترول ال ماتيريال، اللي هو لينك ماتيريال. اظبط بقى اليو في بتاعي، اعمل له ريست الاول، بعد كده اخليه كيوب تقريبا. الفولو اكتيف كوادز مش هتظبط، هخليها كيوب. ملهاش لازمه يعني انها تبقى فولو اكتيف، انها تتعمل لها فولو اكتيف كوادز، فهخليها كيوب. انا كنت عايز اعمل كده عشان القرش يبان ان هو مظبوط، ولكن ايه، كسلت الصراحه، قلت مش لازم اخليها. ايوه، عملت لها ريست تاني، وكيوب بروجيكشن مش باينه يعني، زي الفل تمام. ابتدي بقى اظبط اليو في بتاعها. كبر شويه كده السكيل على في جزء اليو في عشان تصغر في المبنى بتاعي. مش فاكر كده كان تمام ولا ايه، صغرتها عن كده مش فاكر بصراحه. اه، اظبط السكيل بتاعها. رجع ارتيشن تاني على طول. الدنيا غمقت قوي. حاول برضو دايما تظبط المشهد بتاعك، ان انت مثلا تحط كل لايت في كوليكشن لوحده، كأنك بتقسم لايرز كده على فوتوشوب. السحاب في مشهد في كوليكشن لوحده، المباني في كوليكشن لوحده، البلوكات او المودلز مش عارف ايه في مشهد لوحده، في قصدي في كوليكشن لوحده، انا عمال اتلخبط. وهكذا يعني. هنا كنت بزود الفاليو بتاعت الماتيريال شوية، بحيث انها تبقى افتح. نزلت برضو اغير في الوورد شوية، ولا ايه؟ اه.
مش فاكر كنت عايز اعمل ايه بصراحة. قفلتها تاني تقريبا يعني. كنت عايز بقى اظبط الاضاءات دي. انا هشيل كل الاضاءات دي عموما. انت كل ما تقلل عدد الاضاءات بتاعتك كل ما يبقى احسن. بس ده مش معناه ان انت تعمل كده مثلا لو انت كنت انتيريور ديزاينر او كده. لا، دي حاجة ملهاش علاقة خالص. انا بكلمك في كانفايرمنت. في مشاهد كده زي ده مثلا، كل ما تقلل الحاجات اللي هي المين لايتس بتاعتك كل ما يبقى ايه احسن لك. ما تحطش بقى في كل مكان وفي كل حتة عشان ما تبقاش الاضاءة بتاعتك فلات. فلات اللي هو تخلي لك المشهد كأنه سايح في بعضه. لا، خلي فيه تركيز كده في حتة. خليها تيجي مثلا متدرجة. خليها ترمي ظل. عايز احس مثلا بتدريجة الماتيريال كده. في حاجات تانية بيليق عليها انها تبقى اللايت بتاعها فلات شوية، ولكن مش كل حاجة يعني. لو برضو حابين ايه اكلمكم في فيديو تاني عن التصوير وعن يعني ازاي تطلع ريندر كويس او تظبط اضاءاتك وكده، اكتبولي في الكومنتس يعني. هنا بحط الماتيريال في الارضية بتاعتي الجراوند. اظبط لها يو في. انا مش فاكر كنت بعمل ايه، بس هو المفروض اظبط لها يو في يعني. اه، تمام. زود السكيل مش قوي كده ولا قوي، والله ما فاكر. حاسس ان كده تمام. بتهيألي. انا مش فاكر هسيب السحاب كده ولا هلفه بصراحة. دي حاجة مش فاكرها. كنت هنا بجرب اتست. بحب اجرب اتست كل شوية يعني عشان اشوف مثلا ايه. انا وصلت من مرحلة كذا لمرحلة كذا لمرحلة كذا. انت مش لازم تعمل كده، بس انا عشان مش مشغل انتر اكتيف ريندر طول الوقت فبعمل كده يعني. هنا بقى يا سيدي هشيل الجزء ده خالص. شيل يا باشا. اكس وفيسز ديليت فيسز. شيل الحتة دي. اكس ديليت فيسز. حدد اللوب ده. تك على اف. بس كرر لي بقى الجزء ده. انا صوتي بس بايظ شوية مش عارف ليه. انا كنت خدت كوبي بالبارتيكل سيستم يعني. افضل ايه اكرر في المبنى بتاعي وفي الجزء ده، بحيث ان هو يبني لي المشهد يعني. فاهم الفكرة؟ هصرح لك الجزء ده بحيث برضو ايه ان الخطوط بتاعتي اللي هو خط الارض وخط السماء ومش عارف ايه يلاقوا حاجة يمشوا عليها، بالذات خط الارض. لان كنت عايز خط الارض يبقى قريب من الارض وفي نفس الوقت يبقى مثلا ايه مع في مثلا بؤرة التركيز على الشمال مع الجمجمة. مش عارف ايه الخط بقية الخط يبقى ماشي مع حاجة كده. هفصل الجزء ده عشان اطوله. اخليه زي دورين كده. فمسكته وفصلته وحددت الفيسز دي وشدتها لتحت. محدش شايف الجزء اللي تحت ده، فكك عادي يعني. محدش هيراجع وراك ويقول لك ده الحتة دي مش عارف ايه. كده 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 كل ده مش هيبان. كنت عملت بس بيفل هنا. كان بيفل عادي، ايوه. عشان اطوله وعشان يعني ايه اغير برضو في شكله شوية، يبقى فيه شوية راندومايزيشن. اللي هو شوف من الشكل بتاعي انا طلعت كذا حاجة. ايه عملت مثلا الحتة اللي في السقف. إيه مش عارف غيرت مثلا في شكلها. خدتها كوبي برضو اللي هي كانت الحتة الجزء اللي فوق خالص من المبنى. إيه طلعت منها حاجات اللي هي شبه الابراج دي اللي هي ماشية مع المبنى كده. اللي هو خليت
في روح كده في المكان من الحاجة الأساسية بتاعتي. هظبط باين الماتيريال شوية، خليها أفتح بتاعة الجمجمة. غالبا هرجع لها تاني يعني. بص كده خط، يعني لو خدت بالك في الكاميرا الفوكال بوينت اللي تحت على الشمال جت على الجمجمة او على عينها بقها، حاجة شبه كده. اه، يعني فوق البق كده بين البق والعين، يعني جنب المناخير. فبقت الدنيا متظبطة شوية. وخدت برضو المبنى بتاعي كوبي ورا تاني. هتقول بقى طب هي كده في حاجات واقفة على الهوا، الأرض مش عارف مش واصلة ايه. زي ما قلت لك، انت بتهتم بالجزء اللي الكاميرا شايفاه، غير كده طنش. كنت بظبط الماتيريالز شوية بتاعت او الشيدرز، يعني بتاعت الجماجم اللي على الأرض والإيد وكده، بحيث ان ما يبقاش في حاجة فاتحة قوي عن حاجة، فتعمل لي كونتراست في الحتة دي. فعيني تتخطف للجزء ده. لا، انا عايز التركيز بتاعي يبقى على المبنى. هتفهم اكتر يعني في الجزء اللي جاي. يعني لو في حتة بعيد مثلا بانت انها فاتحة قوي، حاجة صغيرة كده، لا بتحس انها بتلفت نظرك. انا كده كده هعمل اضاءات في كل مكان وبتاع، بس برضو ايه يعني، وانت بتعمل كده اعملها بعقل يعني، وخلي في تنوع شوية في شدة الاضاءات. إيه، انا مش بكلمك دلوقتي على الاضاءات الاساسية، لا انا بكلمك على الاضاءات اللي هي زي ما بيقولوا عليها كده اضاءات ديكورية، اللي هي من جوه المباني. هتبقى مثلا ايه اللي خارجة من المبنى الرئيسي عندي، شدتها اعلى من الباقي، اعلى من اللي طالعه من العين ومن البق بتاع الجمجمه ومن بقيه المباني. ليه؟ عشان انا عايز التركيز على ده. دي الحاجه اللي انا عايز اركز عليها في الميدل جراوند بتاعتي. الباك جراوند مهمه وكل حاجه، ولكن ما ينفعش تشتتني. هنا كنت بظبط بقى السحاب عشان ما يبقاش تقريبا خبط في حاجه او كده. غالبا غيرت شكل السحب شويه. انا كنت شايل الحتت دي اوريدي بعد ما عملت ريكورد، عشان برضو ايه ما يبقاش الفيديو طويل قوي 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 قوي. ففي حتت كتيرة قصقصتها طبعا من قبل ما اعمل الفويس اوفر يعني. شوف، خليت الإضاءة الأساسية يعني على المبنى بتاعي. وما تخافش ان انت تزود الارقام مليون تريليون مش عارف كام، ما تخافش من الحتة دي برضو. هنا بقى كنت بعمل السبوت اللي جوه ده عشان يعمل لي تأثير الإضاءة. بعمل له ميرور في الإكس يعمل لي تأثير الإضاءة اللي هي لونها أحمر دي. ليه أنا اخترت أحمر؟ عشان المود ده أزرق، فالأزرق تقريبا بيقابله يعني في دايرة الألوان لون أحمر. تقريبا الأحمر لون دافي قوي، والأزرق لون كولد قوي. يعني فايه كنت عايز اعمل زي تباين كده بينهم عشان يبقى فيه وايت بالانس في الموضوع، اللي هو كولد مع وورم قوي. فايه يبقى فيه بالانس شويه، وفي نفس الوقت اعمل كونتراست، وفي نفس الوقت برضو اخلي الجزء ده ملفت بالنسبه لي كده يعني. ويبقى فيه برضو المود بتاع الخوف شويه، او مش خوف، اللي هو ايه، الهبه بتاعت المكان، او يعني كده يعني. الاضاءات برضو بتفرق كتير في المودز وكده. يعني اللون الاحمر، انت متهيألي صعب بتدخل مكان فيه اضاءة حمراء كده وحواليك يعني اضاءة مزرقة بالشكل ده بالليل، اكيد هتخاف تخش حاجة زي كده. فده برضو بيضيف خوف شوية في المكان، وده اللي انت عايز توصله هنا. دي الرسالة اللي انت عايز توصلها هنا. ف يعني اختيار الالوان في اضاءات في اي حاجة بيفرق جدا. مع ان انت لو تاخد بالك الالوان اللي هنا مش كتير، هو احمر وازرق واللون اللي في المبنى بتاعك بس. 3 ألوان بالظبط، أو 4 مثلا لو هنعتبر إن اللون أي حاجة تانية مختلفة، زي الإيد مثلا أو الجمجمة، وهكذا.
خدتها كوبي هنا عند القرش اليمين. هقلل تقريبا الإضاءة هنا شوية على اليمين لأن أنا عايز التركيز في النص، أو هبعدها شوية، يعني حاجة من الاتنين، يا إما كنت قللتها لوحدها يا إما بعدتها بحيث إنها ما تبانش شديدة أوي. مظبط بس المكان بتاعها زي ما قلت لك. انت في الاضاءات حاول كل مجموعة اضاءات طالما ليهم نفس الشدة او نفس اللون، او الاتنين يعني عموما، ان انت تخليهم انستنس، اللي انت تاخدهم بتاع ده، ان انت تكررهم بالت دي مش بشيفت دي، لان انت لما تكررهم بالت دي انت بتقدر تتحكم فيهم مرة واحدة من غير ما تغير شدة كل واحدة لوحدها، طالما هما كده كده هياخدوا ايه نفس الحاجة. هنا كنت احط سبوت في العين، هاخده شيفت دي، مش فاكر انا خدت شيفت دي ليه، المفروض كنت اخده الت دي عموما يعني، بس مش مشكلة، ممكن اكون اتلخبطت. زي ما انت شايف كده هو شدته بتتغير لوحدها يعني من غير التانية، فانت لو كنت خدتها الت دي انت بقى اه، اهو تقريبا هاخدها تاني الت دي، ايوه مظبوط كده، بحيث ان هما الاتنين ايه يتغيروا سوا. انا هكتب لك الاختصارات تحت على الشمال، بحيث ان انت لما تغير في واحدة بقية الحاجات اللي معمول لها انستنس تتغير سوا. هكبر السايز شوية وهقلل الشدة شويتين، شويتين 13، لان انا زي ما قلت لك عايز التركيز الاصلي بتاعي يبقى على الايد او يبقى على القرش اللي هو الرئيسي اللي طالع منه الايد، لان ده اللي بيحكي القصة. بقية الحاجات ما هي الا مجرد حاجات بتخدم على القصة، اللي هو انا في مكان غريب، إيه طالع منه حاجة مش عارف هي، وهكذا زي ما قلت لك قبل كده. هقلل عن كده كمان. كنت عايز اخد بقى ايه اضاءات تانية في الحاجات اللي ورا دي، بحيث برضو انا بقى شايف ده ايه. انا ساعات برضو زي ما انت شايف كده بظبط الروتيشن باللي هو بحرف ال N، بحيث ان انا ايه اكتب رقم عشان يبقى مثلا حاجة عمودية بالظبط، مش ان انا اظبطها بعيني، اللي هو انا عايز 90 تبقى 90، عايز 180 يبقى 180 وهكذا. كل ده هاخده الت دي بحيث ان هو يبقى انستنس، واغير فيهم مرة واحدة برضو، غالبا مش فاكر هقلل شدتهم ولا ايه. قللت فعلا الشدة شوية، بحيث ان انا ابقى حاسس وجودهم في الباك جراوند ان هم يخدموا لي على القصة، ولكن ما يبقاش التركيز عليهم، انا التركيز الاساسي عندي رايح لحتة معينة. انت كان الاسهل بالنسبة لك طبعا ان انت تعمل الاضاءات دي قبل ما تاخد المباني بتاعتك كوبي، بحيث ان انت لما تاخدها كوبي تاخدها كوبي بالاضاءات بتاعتك، سواء انت تاخدها يعني الت دي انستنس ولا شيفت دي ايا كان، مش دي القصة. ولكن عشان ما تكررش الاضاءات بعد ما تعمل المباني وهكذا يعني. هنا كنت بظبط الاضاءات تاني بقى، واظبط اماكن الحاجات، المباني، السحب، الكلام ده.
انا كنت عايز احط بقى شوية احجار كده على الارض او حاجات تبان انها متكسرة في 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 اسمه ايه، في الميدل جراوند وفي الفور جراوند، عشان برضو تظبط الفريمنج بتاعي اكتر من كده. عشان برضو ايه اداري على الحتت اللي هي كانت باينة انها داخلة في الارض في الجزء بتاع الشجر يعني، فاهم؟ تقريبا اللي في النص دي مش فاكر هشيلها ولا اسيبها، مش فاكر. لان انت برضو ايه في حتت في الشجر كده تبقى باينة قوي انها داخلة في الارض بشكل مش طبيعي، فيعني انت بتداري بقى الحاجات دي بحاجات باين انها متكسرة وبتاع، قال يعني تفاصيل وكده، لكن هي انت بتزود تفاصيل وكل حاجة ولكن انا بداري على مصيبة تانية. طبعا اللي بيتعمل له الشغل ما بيبقاش عارف الحاجات دي. هو عايز حاجة شكلها مثلا كويس وخلاص. هو ده عموما ما كانش شغل، هو ده كان حاجة لنفسي. ولكن برضو ايه ايا كان انت بتعمل لحد شغل او بتعمل حاجة للبورتفوليو، انت بتمشي بنفس النظام. بس طبعا انت لما بتعمل شغل لحد انت اشتغل بما يرضي الله يعني، اشتغل بما يرضي الله وبلاش ايه كرواتة. نفس الفكرة بقى، هقعد اكرر الحاجات دي في الارض. ايوه مظبوط. في راجل هيتحط دلوقتي قصاد القرش الرئيسي، لابس عباية كان لونها نبيتي. ما كانتش لونها نبيتي، هي كان مش فاكر لونها ايه، كانت تقريبا رصاصي، بس انا خليتها نبيتي تقريبا. انا خليتها نبيتي، وكان لونها انا مش فاكر كان لونها ايه، بس انا خليتها نبيتي تقريبا، كانت رصاصي فعلا. المهم يا سيدي بعمل راندومايزيشن في الترانسفورم عشان ايه ما اقعدش اغير في سكيل واحده واحده. جبتها من يعني حددت الاحجار كلها، ورحت الاوبجكت عملت ترانسفورم، جبت اللي هي راندومايز ترانسفورم، بحيث ان انا ايه اغير في سكيل كل واحده وروتيشن، بدل ما اقعد اغير فيهم واحده واحده كده. حركة ان انا امسك الكوردينيتس مرة واحدة كده كلها، بتك على شيفت مثلا، واول واحدة خالص من فوق اعمل عليها هوفر او اقف عليها كده من غير ما اتك واقوم ساحب لتحت، بحيث ان انا اغير الثلاث ابعاد مرة واحدة اللي هما الاكس والواي والزد. هنا بقى بظبط شوية في الفور جراوند. غالبا هجيب حجر تاني، انا الحاجات دي جبتها من بولي هيفن، الاحجار دي. وانا مجبتهاش من بولي هيفن من الموقع، ولكن انا عندي ادون، ادون بولي هيفن بيبقى عليه كل المودلز اللي على بولي هيفن يعني. هنا بس ايه كنت برضو بنزل الحته دي شويه بالبروبورشنال editing عشان كانت الكسره دي مش عجباني. شوف الفرق، شوف رغم انها كسره قد كده بس هي فعلا كان شكلها مستفز سبحان الله يعني. المهم هبتدي بقى ايه، اخد دي اكررها كده في الارض، ادخلها كانها مكسوره ومحطوطه في الارض، هعمل لها روتيت. ايوه. وهاخد واحده تانية الناحيه التانية تقريبا. ايوه مظبوط، هاخد فعلا واحده تانية الناحيه التانية، اروتيت شويه. كنت بجرب الفها وبتاع ده، وبعد كده احركها يعني. واخد بقى الجزء بتاع الكادر من الناحيه التانية،
يعني شوية تاتشات كده. وابتدي برضو ايه، احط شوية احجار المفروض، حسب ما انا فاكر. ايوه، لا ده انا بحط الراجل. الراجل انا فاكر انا كنت حاطه في السنتر بالظبط. ايوه كنت هفعل كنت جربت الاول ان انا احطه عند الخط اللي هو اللي على الشمال من الرود اوف سيرتس، بس هفعل اللي هو الخط بتاع السنتر بتاع الكاميرا واحطه عند السنتر بالظبط، عشان يبقى واقف باصص على الايد اللي هي بتتمدله بقى. كبرته شوية، صغرته تاني. انا في الحته اللي قبلها دي كنت انا فاكر كنت مش لاقي ان الروف سيلز والحاجات دي ظاهره، بس انا اصلا كنت قافلها من فوق ومش واخد بالي. هبتدي بقى ايه، اكرر شويه احجار زي ما قلت لك. ده الادون بتاع بولي هيفن. راندومايز برضو نفس الحاجه. شويه بقى ميرور شويه بتاع عشان ما يبانش ان هما متكررين، قال يعني. غالبا هظبطهم عن كده. ايوه مسحت ده. شوف زي ما انت ايه شايف، اصلا الفيو بورت مترقع يعني، فانا بهتم باللي انا شايفه من الكاميرا، انما حقيقة الفيو بورت مترقع. هظبط بقى شوية الماتيريال بتاعة الجمجمة عشان ما يبانش شكلها مختلف. حطيت لها نويز. إيه، هخلي النويز تقريبا 4D ولا لا مش فاكر، بس هعمل color ramp بحيث ان انا ازود الشدة بتاعة النويز دي شوية. انا عملت نويز عشان احط نفس الماب بتاعتي بتاعة اللون او الديفيوز او البيس كولر بلون مختلف عند الحالة السوداء والبيضة، يعني تبقى مثلا في البيضة افتح وعند السوداء اغمق او العكس، عشان ما يبانش انها ايه حاجة بتتكرر، وفي نفس الوقت يعني اظبط شكل الماتيريال شوية. ايوه واحدة تانية. هعمل بقى ميكس واخلي النويز بتاعي هو الايه الفاكتور كده. زي ما انت شايف بقى في حتت فاتحة وحتت ايه غامقة، بس غالبا مش هسيبها كده، يعني هغير فيها عشان كان في كونتراست فيها عالي قوي فبيشدني بعيد عن الشخص اللي واقف وبعيد عن بتاع الايد اللي هو الحاجة الرئيسية بتاعتي او الارش الرئيسي. فهغمقها تقريبا شوية واظبطها عن كده، او اغمق او مش هغمقها يعني توتال، لا هغمق الحتت الفاتحة ويمكن هفتح الحتت الغامقة شوية بحيث انها ايه تبقى سايحة على بعضها اكتر. انت لو عايز تعملها وتسيبها كده عادي براحتك، برضو ايه كأنك بتحكي قصة تانية ان دي حاجة عفى عنها الزمن وفيها حتت مثلا تبان انها ايه متكسرة زي ما انت شايف. ايه هاخد الجزء تقريبا هفتحه شوية ولا ايه مش فاكر. تقريبا كنت هفتح الغامق ده شوية. فتح كمان ما يهمكش. فتحتش ليه؟ لا كده كده لا. ايوه شوية، بحس ان انت يا دوبك تبقى ايه يعني حاسس كده بيها مش اكتر، لكن مش لازم تكون واضحة وصريحة قوي.
كنت بجرب اخليها سكرين. غالبا رجعتها تاني، غيرت في شكلها شوية. متهيألي هستقر على ده او هغير فيه حاجة بسيطة كمان وخلاص. هعمل اضاءة في البق. نرجعها ورا شوية، بتحرك في المحور زد واي بان انا اعمل موف بالجي واتك على شيفت اكس. غالبا هسيبها كده، يعني انا فاكر ان انا سايبها كده. الماتيريال مش فاكر هعدل فيها تاني ولا لا بصراحة، بس هو في الاغلب هسيبها كده. مش هسيبها كده، انا ما بسيبش حاجة في حالها يعني، يا عم اعتقها لوجه الله. في الاول وفي الاخر جمجمة واحد ميت يعني. يعني بقى الجماجم بتاعتي كنت هغير فيها حاجة او كنت هكبرها شوية. بالظبط. الراجل بقى جميل بتاعنا. عند البيس كولر هعمل ار جي بي كيرفز، هزود الريد شوية. الجزء بتاع الكيرفز ده كنت شرحته بس على فوتوشوب، بس هو عموما نفس الفكرة في كل البرامج، سواء مونتاج سواء بلندر سواء اي حاجة، هي نفس فكرة الكيرفز. اللي هو الجزء اللي على الشمال بتاع الكيرفز بيبقى شادوز، اللي في النص ميد تونز، اللي على اليمين هايلايتس. وانا شارح الكلام ده بشكل مفسر اكتر في البوست برودكشن بتاع المشروع بتاع الانفيرومنت اللي انا بدأته من الصفر. فلو عايز تفهم اكتر يعني عملت ايه، او عموما انا رفعت الجزء اللي على الشمال خالص من الكيرفز بحيث ان انا بزود فيه الشادوز، لان العباية او الحاجة دي عموما كانت غامقة. فدي الجزء اللي انا رفعتها لفوق. انت مهما ترفع في الحتت اللي فوق او اللي على اليمين يعني، اللي هي اوريدي هايلايتس، انت مفيش عندك هايلايتس تزود فيها، لا انت بترفع في شادوز. وبعد كده ضفت تكتشر هيو ساتوريشن فاليو وظبطت الفاليو شويه، واعتقد ظبطت شويه في الساتوريشن ولا لا مش فاكر، بس ما علينا يعني. شوف انت مهما تغير في دول مش هيحصل اي حاجه، انما الشادوز هي دي اللي هتزود الاحمر معاك. انا الانفايرمنت دي كنت مسجل فيها الشاشه بتاعه اللاب، بس ما كنتش مسجل صوت، عشان كده بعمل فويس اوفر يعني. وقلت بقى هبقى اعمل لما ربنا يفرجها، وان شاء الله يعني عملنا اهو، وباذن الله يعتبر خلصنا. انا بصراحه كنت مخلص بوست برودكشن يعني هنا، بس انا كنت هقول لك بقى على المبات اللي انت هتخرجها، نفس الفكره بتاعت ال اسمه المبات اللي انا خرجتها او الحاجات اللي انا خرجتها في السيشن اللي هي او البلاي ليست بتاعت ازاي بدأت الحاجات دي من الصفر. في طبعا ارقام رجعت اغير فيها تاني. انا طبعا هنا خرجت كل اللي على الشمال ده اوتبوتس، وكنت قلت لك ازاي برضو تعمل كده في البلاي ليست اللي بقولك عليها. لو حابب تتفرج عليها هسيب لك اللينك بتاعها في الاي. وبس يعني احنا كده يعتبر خلصنا ان شاء الله. هعمل لك بقى فيديو بوست برودكشن ده، هعمله لك كده على جنب. هسجله من الاول عادي، انا كنت طبعا مخلص كل ده بس عادي هسجل لك ده من الاول، عشان برضو اقول لك على شويه تريكات تانية يعني بدل ما تسيب مثلا الحاجه معمول لها اللي هو اوريدي بوست برودكشن تمام هيبقى شكلها حلو وكل حاجه زي الفيديو اللي فات، ولكن هنا عملت زي بتقول كده اختلاف شويه في البروشز اللي انا كنت استخدمتها، بحيث ان الفوج بتاعتي او المست او ايا كان المسمى بتاعها تبان وكأنها سحابة.
او يعني مش سحابة، اسف، اللي هو كأنه دخان كده طالع من الارض. ده انا عملته على الفوتوشوب باستخدام بس براشز وماسك، مش اكتر من كده. وبس اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هو البوست برودكشن باذن الله، ومع السلامة.